فإذا إذا كان قصدهم لا يضره بمعنى أنه لا يؤاخذ عليه ولا يعاقب ولا يعذب عليه، فهذا يشمل المنتسب في الإسلام وغير المنتسب في الإسلام. كل من عذر بجهله العذر المعتبر فإنه لا يضره من حيث العقاب. أما إن كان يقصدون أنه لا يضره كما يفهمه كثير ممن، لأنهم صاروا هذه الصياغة وإن كانت مأخوذة من بعض كلام الشيخ محمد بن عثيمين، لكن كلام الشيخ ابن عثيمين يفهم في سياقه وهم نزعوه من السياق. إن كانوا يقصدون أنه يضره يعني لا يخرج به من الإسلام فهذا يحتاج إلى تفصيل ليس على إطلاقه، بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان متلبس بالكفر الصريح والشرك الجلي وفي نفس الوقت يكون مسلما في حكم الباطن، يعني عنده أصل الإسلام صحيح، هذا أمر مستحيل ولا يقول به عالم من علماء الإسلام. هذا من أقوال المرجئة الغالية بل هو أشد منها. وعلى هذا فإنني أريد أن أزيل الإشكال في هذه المسألة بالذات، لأنها هذه كل يفهمها على فهمه. فالذي يقول لا يضره يعني لا يضره يعني لا يعاقب عليه يقول صح، والذي يقول لا يضره يعني لا يخرج من اللسان يقول صح. لا، الأمر يحتاج إلى تفصيل، وهذا التفصيل مبني على أن هؤلاء المتأخرون يستدلون كثيرا بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وأقوال الشيخ محمد بن عثيمين، ويزعمون أن المعذور بجهله يكون مسلما أو لا يكفر، ويجعلون تلازما بين العذر بالجهل وعدم التكفير، وهذا التلازم غير صحيح ولم يعرف أبدا إلا بعد داود بن جرجيس الذي قال أنه يكون مسلما حقيقة. فالسؤال هنا حتى يكون يعني صريح واضح، هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة من إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما؟ جزاكم الله خير. هو لا بد بارك الله فيك من كل إنسان فعل مكفرا أن لا يوجد فيه مانع التكفير، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ينابذ الحكام قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا بد من أن يكون الكفر صريحا معروفا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر، فيفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. قد تكون الفعلة فسقا ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيره، وقد تكون كفرا ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره. يبدو لي أنها ما زالت مسألة التكفير بالجهل ما زالت مشكلة عليه، ولكني أتعجب كيف تشكل عليكم هذه المسألة. ما الذي جعلها تشكل من بين سائر أركان الإسلام وشروط وواجبات الإسلام؟ إذا كان الرجل يعذر بالجهل في ترك الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام من أعظم أركانه، مثل أن يكون ناشئا في بادية بعيدة عن المدن وعن العلم ولا يدري أنها واجبة، فإنه يعذر بذلك ولا تجب عليه ولا يلزمه قضاء. وإذا كان الجهل بالشرك لا يعذر به الإنسان، فلماذا أرسلت الرسل تدعو قومها إلى توحيد الله؟ لأنهم إذا كانوا لا يعذرون به بالجهل معناه أنهم عالمون به. فلماذا ترسل الرسل؟ كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويفعل شيئا كفرا شركا لكن لا يعلم أنه شرك ولم ينبه لذلك، فكيف نقول بالكفر؟ هل نحن أعلم بهذا الحكم من الله؟ وهل نحول بين العباد وبين رحمة الله ونقول في هذه المسألة سبق غضبه ورحمته؟ هذه مسألة يا إخواني ما هي عقلية. الكفر والتفسيق والتبديل حكم شرعي يتلقى من الشرع. فإذا كان الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويقول عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسول ليش؟ يبين ويدعو للتوحيد. فإذا ارتفع العذاب هذا هو العذر، والآيات في هذا كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي، إذن إذا لم يسمع لم يكن من أصحاب النار. والشواهد على هذا كثيرة. نعم بعض العلماء قال بذلك لكنه قول ضعيف، الأئمة على خلافه.
على خلاف القول بأن الإنسان يكفر لا يعذر بالجهل في الكفر. فكلام الشيخ الإسلام رحمه الله مملوء بذلك أنه لا يكفر، وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا أنه لا يكفر الجاهل. وأنا الآن أتبع عليكم نصوصا من كلامه نقلتها أمكن لي أن أقولها. أما كلام الشيخ الإسلام كثير ما يمكن نقول، لكن الفتاوي ارجعوا لها مملوءة بذلك. فالحكم عند الله واحد، إذا ترك الصلاة جهلا فهو معذور، وإذا سجد للصنم جهلا كيف لا يعذر؟ أي فرق؟ وأما دعوى من ادعى أن الله أخذ العهد والميثاق علينا ونحن أمثال الذر بناء على صحة حديث ذلك، فنحن لا نعرف هذا الميثاق، وكيف نكلف بما لا نعرفه؟ ولو كان هذا حجة ما احتاج إلى أن ترسل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله، لأنها قد قامت الحجة من قبل. فأنا أتعجب من كونكم لم تستوعبوا هذه المسألة، وهي مسألة لا فرق بينها وبين غيرها. ومن قال إن تارك الأصول يكفر وتارك الفروع لا يكفر تحداهم شيخ الإسلام، قال بينوا لنا ما هي الأصول والفروع، ومن الذي قسم الدين إلى أصول وفروع إلا أهل الكلام. فهم يجعلون مثلا المسائل العظيمة فروعا لأنها عملية كالصلاة مثلا، معنى أصل من أصول الإسلام، ويجعلون بعض المسائل الخبرية التي اختلف فيها أهل السنة يجعلونها من الأصول وهي محل خلاف. فالمهم إن هذه المسائل يجب أننا نتحرى فيها، خصوصا مسألة التكفير، لا نكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به. أما ما نقلت عن شيخ الإسلام محمد الوهاب فهانا أتوه عليه. أولا يقول رحمه الله في كتاب وجهه إلى من يصل إليه من المسلمين، يعني نصيحة عامة، قال أخبركم أني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه الأئمة المسلمين. ثم ماذا يقول؟ وأما التكفير مجلد 1 صفحة 51. وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول، أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله. وفي صفحة 56 في كتاب كتبه إلى عالم من أهل العراق مثل هذا الكلام سواء. وفي صفحة 65 في جواب سؤال ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف فانكر. ثم ماذا يقول؟ صفحة 66 وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأننا نكفر من لم يكفر أو من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعافه فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليه؟ صحيح هذا ولا لا؟ الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد لأجل جهلهم، لا نكفرهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليه؟ وشيخ الإسلام أيضا له كلام أبين من هذا وأكثر وأعظم في أنه لا بد من قيام الحجة، والله عز وجل رحمته سبقت غضبه. كيف يؤاخذ من لم يعرف؟ رجل يظن أن عبادة هذا الولي أنها قربة وهو مسلم يقول أنا دين في دين الإسلام. دعونا من الإنسان الذي لم يدخل في دين الإسلام وهو يدين بدين آخر، هذا شيء آخر، هذا حكمه حكم أهل الفترة. لكن رجل يدين بالإسلام يصلي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصوم ويحج، لكن يعبد الصنم ولم يأتيه أحد يقول ترى إن هذا، يقول له إن هذا شرك، ولم يأتي، هذا جهل ما يأتي. أما الإنسان الذي لم يدخل في الإسلام يعرف من الإسلام شيء وهو على دين آخر، هذا لا شك أنه كافر. أو إنسان لم يدخل في الإسلام على دين قومه وهو لا يعرف عن الإسلام شيئا ولا ينتمي للإسلام، في مجاهيل الدنيا ما يدري عنه، هذا حكم على القول الراجح حكم أهل الفترة، وأنه يحاسب يوم القيامة، يكلف يوم القيامة بما شاء الله ثم ينظر سبيله. هذا ما أحببت أن نبينه في هذه المسألة، وأن المدار كله على قيام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأي فائدة إذا كان الرسل قد بينوا الحق وأنا لم أعلم به؟ أنا ومن لم يأتي الرسول على حد سواء. وبناء عليه يتبين جواب السؤال الذي ذكره الأخ. نعم نعم هم إذا وصل إذا كان في حق، يعني يسمعون من ينادي بالحق،
فهؤلاء غير معذورين، هؤلاء مفرطون، ولا نستطيع أن نحكم بكفرهم ولا عدم كفرهم. قد نقول إن تفريطهم هذا معصية، لأن الواجب أنه لما قيل لهم إن هذا شرك وقال لهم من لا يثقون به عنهم لأنهم سيثقون في علمائهم أكثر، الواجب عليهم أن يبحثوا ويتوقفوا. فقد يقال إنهم عصوا بعدم البحث وهم باقون على الحكم بما يقتضيه الجهل، يعني بمعنى أنهم مسلمون. وقد نقول إنهم لما فرطوا فإنهم لا يعذرون، لأن الواجب أن يبحثوا.